والدين بتقديره لعمليه ممارسه الجنس عمل يعني مشكله في المجتمع، مشكله جنسيه. كثير من ابناء الشرق الاوسط بيعانوا من عقد جنسيه، مشاكل جنسيه. آه، الجنس بينظر، يعني تم زرع ثقافه ان الجنس ده شيء قذر، محرم، كارثه كبرى في بعض الاحيان، مع ان الجنس ده شيء لذيذ جدا. يعني انت فاهم ايه يعني ايه، انك انت ما هي دي الحقيقه. هو احنا يعني ايه، واحد بيزغزغك من تحت، واحد بتعمل حمامه بتحس انك انت بتدخل في حاله انتعاش غريبه وبترتسم ابتسامه كبرى على وجهك وبتاع. واي نو، ليه لا؟ يعني ايه المشكله؟ ايه المشكله ان واحد نايم مع واحد؟ انت يعني ايه القضيه الكبيره في هذا الامر؟ انا لغايه النهارده مش فاهمها. فبس طبعا بوجود الدين بقى والقصص المحيطه بيه والزنا والاونطه اللي هم بيعملوها، تحول الجنس الى عقده. فدائما يعني ايه وبالذات في العقل المسلم المهموم. يعني لو فتح هو في، زي انا عملت سلسله كامله الاسلام والكس لو فتحت مخه انا في عايز اقول لك داخل. السلسله دي ذاكرتها. لا ما السلسله دي لا، بعد في كس كده. داخل عقل كل مسلم. هناك كس قاعد متربع على عرش العقل المسلم. وهو بقى ايه؟ يعني غالبا المسلم بسبب بعض المحاذير والثقافه السائده مش قادر يحصل على الكس، فبيحاربه. مع انه ممكن يعقد معاهده سلام بس كس او هدنه، يبقوا حبايب وكل حاجة لكن هو الاسلام وضعه في مواجهه مع الكس. وهي طبعا هي مواجهه خاسره بالكليه. اي حد بيفكر في مواجهه الكس مواجهه مباشره سيخسر المعركه. الكس يجب يجب الاعتراف به واعطائه كرسي في الامم المتحده. فبالتالي هو متخيل ان، يعني انت، انا السؤال ده كنت مفاجئ بيه. يعني ايه علاقه اللي انا بقوله؟ عمالين تتكلم في نظريه التطور وبتاع وخرافات الاسلام، وواحد طلع لك في الغار، وواحد طلع قال له اقرا، قال له طب هات بوسه. كلام عبثي جدا. وبعدين فجاه يدخلك في قصص جنسيه وانت عايز تنط على امك ايه علاقه ان انا يعني بنتكلم في نظريه التطور ان انا انط على امي ولا؟ وليه انط على امي فعلا؟ ليه هنط على امي؟ يعني خلاص النسوان خلصت. يعني ايه اللي نفسي افهم. فعلا حاجه غريبه.